السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وفي أسعد حال. وما تنسوش تدعموني كتير وتعملوا لايك وشير وتدوسوا سبسكرايب وتكتبوا لي في التعليقات أخباركم وتطمنوني عليكم أول بأول. وزي ما اتعودنا دلوقتي هنسمع الرسالة بتاعت النهاردة. الرسالة بتاعت النهاردة رسالة جميلة جدا. رسالة من حبيب، حب بصدق وبيحب حبيبته قوي. فحابب يقول لها انها تصبر معاه شوية، ويقول لها بحبك بحبك قوي، انا عارف ان انتي تعبتي ووارد جدا تكوني زهقتي، وده حقك اللي لا يمكن اقدر الومك عليه. انا عارف ان انتي استحملتي معايا كتير وشفتي معايا حاجات كتير لو واحدة غيرك ممكن ما كانتش تستحملها. انا فاكر قوي اول مرة شفنا بعض فيها قد ايه لفت نظري هدوءك وادبك واختلافك عن الموجودين. اول ما شفتك وحطيت عيني عليكي بجد معرفتش ورغم اشيلها كده خالص. كنتِ واقفة جنبي. اول ما عيني وقعت عليكي كده كأن في مغناطيس سحبني ليكي، ما بقيتش ابدا عارف اشيل نظري بعيد عنك او ابص لواحده غيرك. كان فيكي حاجه غريبه، وانا وقتها كنت لسه يا دوبك طالع من ظروف صعبه قوي، ظروف ما كانش بقالها كتير. كنت مريت بشويه مشاكل وشويه حاجات. كان نفسي وقتها اول ما شفتك اجري عليكي واترمي في حضنك واحكي لك الحاجات دي. حسيت ان انا مجرد بصيتي ليكي ريحتني، فاكيد لو قعدت واتكلمت معاكي الموضوع هيختلف واكيد هستريح اكتر. وفضلت وراكي لحد ما عرفت كل تفاصيل عنك، وعرفت ان اجيب رقم تليفونك وقدرت اتكلم معاكي وتواصلنا. وقتها حسيت ان انا عملت حاجة كبيرة قوي، قدرت ادخل لحياتي انسانة كانت المفروض تبقى موجودة من زمان، لانك لو كنتي موجودة في حياتي من الاول كانت يمكن حاجات كتير قوي من المشاكل اللي انا قابلتها وواجهتني ممكن ما كانتش حصلت. اتفقنا من اول ما شفنا بعض كده، اتفقنا من غير ما نكتب ورق. اتفقنا اتفاق كان الحب هو الشاهد علينا، هو اللي جمعنا، ان انا وانتي هنكون مع بعض طول الوقت، وان انا وانتي لاخر العمر هنكمل سوا. ومهما عندتنا الظروف ومهما قابلتنا من حاجات هنفضل صامدين وهنقدر نقف قدامها ونكمل مع بعض. اللي حصل ان أنا غصب عني وقعت، بعدت عنك فترة، لكن طول الوقت ده انتي كنت في دماغي، وعمري ابدا ما نسيت العهد اللي ما بينا. وكنت دايما بصبر نفسي وبقول خلاص هانت، هنقرب من بعض. لكن لما لقيت الوقت هيطول قلت لازم اعرفك ان انا ممكن ظروفي دي تخلينا نتأخر شوية عن ان احنا نبقى سوا. فعلا انا بمر بظروف قاسية جدا. ايه محتاج انك انتي تصبريني وتقولي لي انك انتي مش فارق معاكي الوقت، مش فارق معاكي ان احنا لو اتأخرت شوية في الوقت اللي احنا متفقين عليه، لو لسه قدامي حبة وقت، وان انتي هتستنيني لو الوقت طال. مش هتسمعي الكلام اللي حواليكي اللي بيقولولك شوفي نصيبك مع حد تاني، ان انا بلعب بيكي. صدقيني انا ما بلعبش بيكي، انتي حب حياتي، واللي بجد مستعدة اضحي باي حاجة في حياتي بس عشان احافظ عليكي وعلى حبك. بس غصب عني انا مش عارف ليه الظروف معنداني واقفة في طريقنا. كل ما برجع يعني بتقدم خطوة بلاقي حاجات بتأخرني وبترجعني 10 خطوات لورا. عارفة اخر حاجة حصلة لي ايه؟ أنا عندي مشاكل كتيرة جدا في البيت. يعني كنت مستني مساعدة ابويا وامي وان هم يبقوا في ظهري ويساعدوني، بس مع الاسف مقلوبين عليا، والسبب اخويا ومراته. تخيلي، مرات اخويا شايفة ان انا بشتغل كتير وبجهد نفسي وبتعب نفسي عشان عارفة ان انا بحبك، وعارفة ان انا عايز ابني نفسي واعمل لنا بيت، وشايفة اللي بعمله ده كتير عليكي، او غيرانة ان انا بحبك حب اخويا مش بيحسسها ان هو بيحبها بنفس الشكل. حاسة ان انا بعملك حاجات كتير قوي كان نفسها هي كمان يحصل لها كده. ما تفهميش بقى بتطلع الغيرة اللي جواها دي انها تسخن اخويا عليا وتسخن ابويا وامي، وتقول لهم ان انا فلوسي بضيعها وان هما المفروض اولى بفلوسي دي، وان انا اساعدهم في المصاريف وان هما كبروا والمفروض يعتمدوا عليا، وكفايه بقى ان انا اعتمدت عليهم السنين اللي فاتت من عمري، وكأن مش طبيعي ان ابويا وامي يكونوا يصرفوا عليا في مراحل شبابي وفي تعليمي، وان انا دلوقتي المفروض بقى مديون ليهم.
رغم انك انت عارفة ان هم الحمد لله مستورين مش محتاجين يعني. بس ازاي لازم الست هانم تحط سمها؟ واللي بستغرب له ان الكل ماشي وراها كأنها سحرة لهم. وبقيت انا الزرع الشيطاني اللي في البيت اللي خيره لبره. بجد بقيت مش عارف ادخل البيت. كل لما ادخل البيت كده بحس بخنقة. نفسي نفسي ربنا يسهل بقى واعرف اعمل بيت لوحدي، اعرف يكون لي بيت اكون فيه انا وانتي، تكوني انتي اللي مستنياني فيه، تكوني انتي ملاكي. لان بجد الحياة صعبة قوي من غيرك، الحياة وحشة. انا مش عارف لو انتي ما كنتيش في حياتي كنت هستحمل كل ده ازاي، كنت هعرف اكمل اصلا؟ كنت ممكن ما بقاش بعقلي دلوقتي، كنت اتجننت. انتي ما تعرفيش حجم الضغوطات اللي بيمارسوها عليا. اخر الاختراعات والافتكاسات بتاعت مرات اخويا انها جايبه لي عروسه من ناحيتها. تخيلي، واحده اصغر مني ب10 سنين، عيله عايزاني اتجوزها. وده طبعا ليه؟ علشان تبقى هي الست الكبيره اللي متحكمه فيها، واللي هي اللي مجوزاها وتنقل لها كل اخباري، وتبقى عارفه وتقول لها اليمين والشمال وروحي فين وتعالي منين، وتبقى ملكه البيت، حطت اخويا تحت باطها وامي وابويا، وانا كمان تبقى مراتي تبعها. لكن هي خايفه ان انا اشتغل واكبر وانجح، وهي اخويا موظف على قده وملهوش طموح، ما عندهوش طموح. هي مضايقها ده، وغيرانه ان انا انجح وابقى في عيشه احسن منها. فمش عايزه تفضل هي المسيطره بجد بجد انا في مشاكل كتير قوي، مش عارف المفروض ان انا احكيها لك ولا مش الصح ان انا اشغلك بيها. اكيد انت عندك مشاكلك وانا عارف، بس مهما تكون مش هتكون بحجم المشاكل اللي عندي ولا الضغوطات اللي بشوفها في البيت وفي الشغل. التعامل مع الناس بقى حاجة صعبة قوي، كأننا مش بشر. كل واحد بيحاول ياخد من اللي قدامه اللي يقدر عليه، ومش مهم بقى اللي قدامه ده معاه ولا معهوش، المهم انت معاك وهقدر اخد منك. ما يلزمنيش، ما يخصنيش انت كنت هتعمل ايه ولا جايبه منين. النصب بقى حاجة سهلة قوي، كل حد دلوقتي بيستحل اللي قدامه. عارفة شغل اخطف واجري، ده بالظبط اللي انا بواجهه كل يوم. فالموضوع بقى بيضغط على اعصابي، مش عارفة الحقها منين ولا منين. بجد الوقت الوحيد اللي بستريح فيه لما بفكر فيكي، او لما بتيجي سيرتك، لما بفتكر كده اول لحظة اتقابلنا فيها، بفتكر كل كلمة حب قلتيها لي، بفتكر ايامنا الجاية هتبقى عاملة ازاي، واسرح واتخيل هنبقى مع بعض ازاي وبيتنا وعيالنا. دي اللي بجد الحاجة اللي بحس فيها انها بتنور يومي. علشان كده نفسي تصبري ويكون عندك بال طويل تقدري تكملي معايا وتتحملي. وانا عارف ان انا اخترت ست ب100 راجل، اخترت بنت من اجمل البنات، وفي نفس الوقت اشجع من اشجع الرجالة. بحبك قوي، وصدقيني كل اللي وعدتك بيه انا هنفذه، بس واحدة واحدة. ما هو الدنيا اتبنت في 7 ايام، وانا اكيد عمري ابدا ما هنسى وقفتك جنبي ومعايا. انا عارف ان اللي حواليكي بيجيبولك من وقت للتاني عريس، وعندي خبر بالموضوع ده. ما تعرفيش لما بسمع كده بيحصل لي ايه. ما مش عارف اتخيل، مجرد تخيل انك انت ممكن تبقي لحد غيري، انا وقتها ممكن اموت. انت ما ينفعش ابدا تعيشي مع انسان غيري، ما ينفعش حد غيري يلمسك، ما ينفعش تبقي في حضن راجل تاني. انا حاسس ان ربنا خلقك عشاني انا بس، زي ما انا ما ينفعش اكون مع واحده غيرك واكون اب العيال مش جايين منك، انت كمان ما ينفعش تبقي مع حد غيري. انا بس اللي طالبه منك تستحملي شويه. قومي قومي وقولي لهم ان انت واثقه فيا، ان انت بتحبي بجد، وحبيبك عمره ابدا ما هيخذلك. صدقيني صدقيني، انا عارف ان السكه طويله بس مع بعض هنهونها، وفاضل حبه صغيره. يعني اكيد عدى كتير، واللي خلاكي استحملتي السنين اللي فاتت يخليكي تستحملي شهور كمان. معلش صدقيني هانت وهنبقى خلاص مع بعضينا. انا بحبك قوي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، وربنا يا رب يجمع شمل كل الأحبة ويمنيهم بالقرب ويهنيهم ويرزقكم البنين والبنات إن شاء الله. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك وكتبوا لي كومنتاتكم ورأيكم في رسالة النهاردة. ودلوقتي أقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة جديدة.